يا مساء الفل، يا مساء الاخبار، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. حلقتنا النهارده بتتكلم عن صفقات الزمالك كمجمل يعني احنا عندنا ماتش بكره كنادي الزمالك، يعني قدام فرقه بمفهومها الحديث هي فرقه قويه. بالموسم الحديث اللي احنا فيه ده فرقه قويه، ومحدش يقدر يعني يقول حاجه اقل من كده. لا، دي فرقه بقت قويه دلوقتي، ابتدت انها ابتدت تنافس على البطولة، وابتدت ان هي تبقى في المركز التسعة الاولى بعد الموسم اللي فات ده كان مستوى زفت. وده كان على مرأى ومسمع الجميع اللي هو مودرن فيوتشر. تمام، لكن خلينا واضحين جدا مع بعض ان الزمالك مش هو الزمالك. وحتة ان انا نادي عريق، نادي مفيش زي، اجي قدام فرقة زي مودرن فيوتشر صاعد حديثا من 3 مواسم اخاف منها، لا. مش ان انا مش في قاموسي كنادي الزمالك. لكن خلينا واضحين ان نادي الزمالك دلوقتي ب 10 صفقات بيحاول ان هو يعني يخلي الدنيا عنده كويسه شويه، يحاول ان هو يخلي ان الموسم عنده ما يروحش يعني زي الموسم اللي فات تالت وتاني والكلام ده. هو خلاص انا عيني على الدوري وعيني على دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. اصل انا ليه ما نافسش؟ هل هي ارض 6 اكتوبر هي اللي عامله معايا مشكله؟ وشفت النهارده الصبح اصل كابتن بشير، يا كابتن يا بشير، انت لو كنت نافع في الكوره يا كابتن ما كانش اسمه ايه ده، بيبو، يعني معلش رقاص خالد بيبو، معلش جابك يمين وشمال، انت مالكش في الكوره. انت اي واحد كان بياخدك واحد على واحد كان بياخدك من الاخر، كان بياخدك. انت يا كابتن بشير مالكش في الكوره، انت اخرك تقعد مع مهيب. اصل نادي الزمالك وصفقاته السنه دي اقصى طموحه المركز الرابع يا كابتن. مركز رابع ليه؟ انا مش فاهم مركز رابع ليه انت بتتكلم على كده؟ ده انت قلت مع الاهلي، معلش مع احترامي، الاهلي كان عنده وليد سليمان، ميدو جابر، اسلام محارب، سعد سمير، حسام عاشور، اجاي، عنده معلول، عنده احمد فتحي. تمام، كان عنده في نص ملعب السوليه، كان عنده حسام عاشور، كان عنده في الهجوم ازارو، وكسب الدوري. تمام 2018 وراح قابل ووصل نهائي افريقيا قدام الترجي. نفس الفرقه بتاعت الاهلي لعبت 2019 خد الدوري من الزمالك. الزمالك كان اقوى، كان بيخلي الدنيا اقوى كل حاجه. لكن نادي الزمالك، معلش مع احترامي الكابتن بشير اللي بيتاخد من اي مدافع، يعني اي مهاجم قصدي، ليه بتتكلم كده؟ ليه بتتكلم من المنظور بتاعك؟ اصل نادي الزمالك، اصل انت عايز تعمل ترند. معلش انا اسف، لا حد بيطلع موهوب دلوقتي بقى عايز تعمل ترند، انت مش لاقي تعملها، انت واحد فاضي من الاخر، انت مش حاجه. ايه اللي بتعمله حضرتك؟ انت قاعد في البيت، تمام، والله الزمالك بيلعب، هات الماتش عشان اطلع مع مهيب تاني يوم الصبح اغسل اي حد عمل حاجه غلط، اغسله. يا راجل انت ما رحمتش دونجا ومصاب، انت فاهمني؟ وبتقول لي اصل الزمالك اقصد محمد كسرابي ده. يعني مع احترامي، انت ابن من ابناء الزمالك، وكابتن معتمد جمال ابن من ابناء الزمالك. ده سيد عبد الحفيظ ما قالش الكلمه دي. شوف سيد عبد الحفيظ رغم كره لنادي الزمالك ورغم كره الزمالك عمره ما قال الكلمه دي، ولا عمره يقدر يقول الكلمه دي، عشان هو بيحترم الفرق اللي قدامه. عكس الزمالك ما بيحترمش اي حد قدامه. ده الراجل ده اللي خرب النادي، رئيسك اللي كان السابق، يعني اللي خرب النادي الفتره الاخر يومين رئيسك السابق. قدم بلاغ فيك عند النائب العام ووزير الاسكان، قال لك والله ان المهله بتاع خدوا الارض بتاعتك اللي انت واخد عليها فلوس واللي انت هتاخد عليها فلوس. يعني انت في 500 مليون مش عارف تجيبهم منين. طب المحلات، انت المحلات اللي بره متاخد منها فلوس لحد 2032. يعني انت المحلات اللي بره انت المفروض تمشي الناس، لا انا دافع ايجار لحد 2032 وانا حر اعمل اللي انا عايزه، دافع فلوس بتاعتهم. انت عندك ماك وعندك المحلات بتاعت الملابس اللي بره وعندك كل الكلام ده كله دافع فلوس. هتجيب فلوس منين؟ هتبيع لعيبه؟ الفلوس اللي عندك ما تعملش حاجه. ها، بعت لك 10 صفقات كل واحد بمليون، انت جبت 500 مليون. 10 صفقات، 10 صفقات. طب ما بعد، ماذا بعد؟ ما انت مش هي دي اللي هتمشي عليها دنيتك، مش دي كل حاجه.
لا، خليك فاكر ان في حاجات اعلى، في اولويات عندك كنادي الزمالك. انت عندك صالات، انت ما لسه عندك منتخب الصالات، عندك فريق الصالات، يد، طايره، باسكت، الحاجات دي كلها انت محتاجها. مفيش، مش بيهتم حتى بالفرق الناس العالي زي التنس والكلام ده كله، ما عندكش الكلام ده. ليه بقى؟ ما مهتم بالكلام ده في مصر قوي يعني، الا في دول زي اسبانيا، انجلترا، الكلام ده كله بيهتم قوي بالسكواد، الحاجات دي الكلام ده. خلينا نفتكر مقولة يعني، كان بيقولها جمهور الزمالك، او يعني سيد مشاغب، كان يعني يقول لك اصل الزمالك مهما مشي منه لعيبه، هو الزمالك مش هيتغير، هحارب وهقع وهحارب وهقع وهحارب وهقع، بس في الاخر انا وقوعي اقدر اقوم منه، مش هقع وقعه جامده، لا انا اقدر اقوم منه. كابتن حسين مندوب، وكابتن الراجل الاقرع اللي هو بنضاره في اداره نادي الزمالك ده، مش فاكر اسمه بصراحه، بيقول لك احنا لو الارض اتاخدت فعلا احنا مش هيبقى لنا نقوم. ليه يا كابتن؟ انت المفروض طالع تهدي، المفروض طالع تطمن، طالع تهد، انت مش طالع تطمن، لا انت طالع تهد. ليه الكلام ده؟ ليه السلبيات دي؟ ليه الحاجات دي؟ ليه؟ نادي الزمالك قادر ان هو يجيب صفقات. كابتن عمر جابر، اتمنى ما اشوفكش في الملعب بتلعب بعد كده. يا كابتن عمر جابر، اتمنى ما اشوفكش في الملعب بعد كده، اتمنى اشوف مكانك احمد ربيع او جهاد. انا عايز اعرف فين جهاد، عايز اعرف فين احمد شريف، عايز اعرف فين احمد ربيع، عايز اعرف فين احمد حمدي، عايز اعرف فين اللعيبه دي كلها، عايز اعرف فين الزناري، عايز اعرف فين ده كله. يا جماعه يا جماعه، لا عايز اشوف محمد اسماعيل، عايز اشوف الناس دي كلها، اللعيبه دي فين؟ اللعيبه دي عندك فين بقى؟ فين هي موجوده؟ مش موجوده قدامك، هي مش على الخريطه قدامك يا كابتن فيريرا. واللي قدامك فقط اللي انت بتلاقيهم اساسيين فيها ايه. عندك بريزا، عندك معالي، الاتنين دول بدل بعض، وينج يمين بدل البعض، شمال عندك شيكوبانزا، عندك ادم جايد، تمام. قفلت معاك خالص، قفلت معاك خالص من الاتنين دول. انت ممكن تلعب على فكره محمد شحاته وينج، بس انت محتاج نص الملعب، قفلت معاك خالص. ليه بقى حته نص الملعب دي؟ طلع طير دونجا، نزل عبد الله السعيد، تمام، شحاته، ناصر ماهر، التلاته دول. بلاش شحاته، خلي احمد حمدي عبد الله ناصر ماهر. اقسم بالله ما في حد في نص الملعب في مصر، فرقه في مصر، يقدر على نادي الزمالك بعد نص الملعب ده. يا راجل ده انت كنت دايس على اهلي الموسم اللي فات او الموسم اللي قبله. يا راجل ده انت ما كنتش عارز، او محدش فرقه في مصر كانت قادره تقف قدام الثلاثه دول. اتمنى اشوف نادي الزمالك بفكره دي الماتش الجاي بتاع بكره ده، واتمنى اشوف نادي الزمالك عارف يمسك كوره بكره. اشوفك في فيديو جديد، السلام عليكم.